مع تفكري، عايز تجاوبي كده على طول معايا. هي دي كانت خرابيش من البيت وكده. مش يبقى احنا كنا في بيوت، ما فيش ان يعني انا لا انا هو ولا حد من اللي قاعدين ممكن ايديهم تتخبش كده. لا عادي، عادي من الاستعمال وبتاع ال- المجهود بتاع البيت والكلام ده ممكن. في اليوم ده ما رحتيش المدرسه، غبتي وحطيت السكينه في شنطتك ورحتي خبطتي على الباب، فتحت لك، دخلتي، لدرجه ان هم لقوا مطرح ما كانت بتقاوم جسمك جسمك متخربش، وفي تعويره في صباعك، كمان صباعك فيه تعويره، خدت بالك؟ وان هي فضلت تقاوم معاك لغايه ما كاست عليها تماما بحوالي 20 او 25. لان هي من اسكندريه وملاش حد خالص في سوهاج، ومن التحريات اللي كانت بتفتح لحد ولا تقفل لحد الا لجوزها وليكي ولبنتك. بامانه بقى من غير تفكير بعد اذنك. انا رحت لها البيت فعلا بس ما موتهاش. الشرطة بتطلب من عزة إنها توريهم إيديها، وتوقعهم كان صحيح لأن كان على إيديها آثار جروح وخرابيش، وبررت إن دي خدوش عادية من شغل البيت. ومن بين الجروح اللي بتدعي إن هي من شغل البيت كان في جرح قوي في إيديها اليمين، وكان باين إن هو نتيجة ضربة سكينة، ده غير أثر عضة قوية ظاهرة على إيديها. والعضة دي كانت الحاجة الوحيدة اللي ما قدرتش تبرر وجودها وتنهار وتعترف باللي حصل بالتفصيل، وإن السبب ورا كل ده عبد المنعم. عزة بتحس إن في واحدة تانية مشاركاها في جوزها، طلبت منه إنه يطلق فاطمة أو يطلقها هي، وطبعا طلبها ده كان بيتقابل بالرفض، وعشان يهدي الدنيا معاها كان بيوعدها إنه بعد ما فاطمة تجيب الولد هيطلقها على طول، وفاطمة تحمل بعد الجواز مباشرة ما بتكونش تمت السن القانوني، وبكده الجواز مش هيكون بشكل رسمي ولا هيقدروا يسجلوا الطفل على اسم فاطمة. وعبد المنعم هيقدر وقتها يقنع فاطمة بالموضوع ده ويقول لها إنهم لو حاولوا يكتبوا الولد باسمها هيتحبسوا هما الاتنين. وبالفعل بعد الولادة عبد المنعم بيزور بطاقة عزة ويحط عليها صورة فاطمة، وبالنسبة لعزة كل اللي شاغلها هو تنفيذ باقي الوعد، لأن كده عبد المنعم أخد اللي هو عايزه من فاطمة وفضل إنه يطلقها زي ما وعدها، ويحاول إنه يسيس عزة على أساس إن فرحتها بالولد اللي اتكتب باسمها هينسيها طلبها. وبدأت تخطط إزاي تخلص من فاطمة، واللي خلاها مطمنة إنها مستحيل تتكشف هو طبيعة المكان اللي ساكنة فيه فاطمة، منطقة فاضية وجديدة وعمارة ما فيهاش غير شقتين ساكنين، عشان كده صريخ فاطمة محدش سمعه. وتحدد يوم مناسب للتنفيذ، واليوم ده هيكون عبد المنعم في شغله من بدري، والمفروض إن هي كمان في شغلها، وما كانش صعب عليها إنها تسجل اسمها في دفتر الحضور. والساعة 7 الصبح الدنيا شتاء والشوارع فاضية والبواب مش موجود، الظروف كلها بتخدمها، والمهم إن مفيش حد هيشوفها. راحت الساعة 7 الصبح واتصلت بفاطمة لما قربت على العمارة. فاطمة استقبلتها رغم استغرابها من توقيت الزيارة. عزة دخلت وابتدت تتكلم معاها في موضوع طلاقها، بس كلام عزة كان بشكل حاد، وفعلا النقاش اللي قالته عزة في الأول كان هو اللي حصل، بس ما قالتش إن فاطمة طردتها وكان رد فعلها إنها هتخلص عليها.